واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري يا غرامي أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله تعالى أن نفرح بفضله وبرحمته. Maka Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأمرنا الله تعالى أن نحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري فبنا مولا سوى الله 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 كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري.
akan membaca bacaan-bacaan yang singkat dan kemudian cepat. حتى لا يضيع. Setelah kita membaca dan menghatam bacaannya, وكل ما فيه 40 حديثا من الأحاديث النبوية. dan di dalamnya ada 40 hadis Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala أن يملأ قلوبنا كلها جمالا بسيدنا مولانا محمد. mengisi hati kita penuh dengan keindahan dari Rasulullah SAW. Syekh akan menyebutkan beberapa nasihat dan beberapa wasiat. ثم نبقى مدة من الزمن معا نسمع الإنشاد. Bahwa beliau telah membaca kitab Arba'in ini kepada banyak sekali guru beliau. فقرأته في المملكة المغربية في أقصى غرب أفريقيا. Beliau pernah membacanya pada gurunya di Maluku sana, في مدينة فاس. di kota Fas. على أستاذنا وشيخنا مستمع العلماء.
الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله. Kita sudah khatam dan sudah selesai, maka sekarang waktunya kita mendengarkan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى نروي قلوبنا ونعطر آذاننا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. Hingga hati dan jiwa kita penuh dengan cahaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وحتى نملأ قلوبنا وآذاننا جمال. بنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا
سبحان
الشمس منه البدورا لم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعل Hashim LCMA, Muhammad Iksan LC, Muhammad LC, Ridwan Maulana LC, Bahri Qamar, Divisi Aset dan Sekretariatan, Ketua Fadil Albani LC MSH, Wakil Ketua. الله نعلن تنصيب الأخ الكريم خالد مدثر رئيسا جديدا لرابطة. هذا مقترح حسن، والحديث الشريف حدثني به جملة من شيوخي. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل ثواب ما تلوناه ونور ما قرأناه رحمة شاملة وبركة نازلة وهدية واصلة إلى روح مولانا الشيخ حسن وأصوله وفروعه وشيوخه وتلامذته وزوجته وأهله وذويه، وإلى أرواح ساداتنا أهل الولاية والعرفان في هذا البلد، وإلى أرواح أنبياء الله أجمعين، وإلى روح سيدنا ومولانا سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح ساداتنا الأربعة الخلفاء الراشدين وساداتنا العشرة المبشرين وأهل بدر وأحد وبيعة الرضوان، وإلى سيدتنا فاطمة الزهراء وعائشة الرضا وخديجة الكبرى وسيدات بيت النبوة، وإلى سيدنا أبي محمد الحسن، وإلى سيدنا أبي عبد الله الحسين، وإلى سيدتنا زينب وسيدتنا نفيسة وسيدتنا سكينة وسيدتنا فاطمة النبوية وسيدتنا عائشة، وإلى أرواح أهل الله أجمعين، وإلى أرواح الصالحين والمتقين. نسأل الله تعالى أن يدرج أعمالنا في أعمالهم وأن يلحقنا بهم، اللهم ألحقنا بهم في عافية واسلك بنا ومسلك الأبرار واجعلنا على خطوهم وتقتفاء آثارهم، واجمع لنا ما فرقته فيهم من مدد وفيض وتجل وعطاء ونور وبصيرة وسداد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وارفعنا إلى أعلى مراتب الولاية الكبرى والصديقية العظمى، وافعل يا مولانا مثل ذلك بآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأقاربنا وذرياتنا ومشايخنا ومن أوصانا ومن له حق علينا. وصلى الله على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah dengan fadilah daripada Allah dan rahmatnya, maka berbahagialah.
فأمرنا الله تعالى أن نفرح بفضله وبرحمته. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya kita mesti merasa bahagia dan senang karena fadilah dan rahmat daripada Allah. والفضل الأعظم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan fadilah yang paling besar bagi kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والرحمة العظمى هي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan rahmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنحن نفرح بفضل الله وبرحمته. Maka kita berbahagia dengan fadilah dan rahmat daripada Allah. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو فضل الله ورحمته. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan fadilah dan rahmat daripada Allah. فقد أمرنا الله تعالى أن نفرح بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senang dan bahagia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والمتابعة. اللهم وإنا نسألك لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا الخالق
para sadiqin. وهو سيد أهل الأمانة. عاش الإنسان مع أحد من الناس. Maka ketika seseorang hidup bersama dengan manusia, فإن اللهم ارفعنا إلى أعلى مراتب القرب وجذبنا إليك المنتخب واسلك بنا مسلك أهل محبتك. رب واسلك بنا العارفين أهل المزية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج. يوم كان أصل التكوين من عهد كنت يقول براء